بقول لك يا فهد، الصب ده في مشكله، تعرف تحلها؟ ايه المشكله اللي في الصب؟ يا عم انا كل لما اجي اسمع عليه اغاني مش عارف سماعه واحده بس اللي تشتغل. فهمتك دلوقتي. انت عندك فرده واحده اللي شغاله وعايز تشغل الفردتين، صح؟ انت قلعت الساعه ليه؟ عشان اشوف شغلي. بسم الله. الصب ده انت جايبه جديد؟ ايوه فهد جديد، انا عايز الفردتين اللي يشتغلوا. بقول لك ايه، هو الصب ده واصل له كهرباء؟ ايوه يا عم طبعا وصل له كهرباء. لا يا عم، المشكله دي هتتحل بسرعه. هات بس المفك اللي في ايدك ده وافصل لي الكهرباء عنه. خد يا عم امسك اما نشوف اخرتها. عرفت اشيك المشكله فين؟ المشكله مش في الصب ولا في الفرده، المشكله هنا يا صاحبي. دي مفكوكه عن دي، فعشان كده الفرده دي ما بتلقطش مع الفرده دي، فانا هظبطهم لك. ايوه الله ينور يا معلم، يسلم ايدك كمل. عيب عليك يا شيك، انا عارف انا بعمل ايه. انت بس عشان صاحبي انا مش هاخد منك فلوس، مع ان لو اشتغلت لحد تاني كنت هحاسبه. بس كده انا ربطت لك الفردتين مع بعض، دي كده هتشتغل، الاتنين هيشتغلوا. تعالى جرب. لا بس يا فهد الله ينور عليك الصراحه، تسلم ايدك يا معلم. النور قطع وما غابش. المهم الشيكه الفردتين اشتغلوا تمام. لا تمام يا فهد الله ينور، الفردتين اشتغلوا.